السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اولى صفقات الزمالك والاهلي بكره السله. الزمالك الموسم اللي فات طبعا خرج من نصف نهائي الدوري امام الاهلي بعد الخساره 3-0، وخرج من الكاس من نص النهائي برضه امام الاهلي وخسر الثالث والرابع امام الجزيره. اما الاهلي الموسم اللي فات خسر الدوري والكاس من الاتحاد في النهائي. طبعا كلام اكتر ولكن بعد الانترو. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وسبسكرايب وشير لو انت على فيسبوك وفولو. ويلا بينا. بس خلص لعب، خلص لعب. يا قلبي احمد الاحمر. الاهلي بعد الخساره بيدخل بنواقص في العدد. يعني مثلا مركز 4 عنده مثلا مروان سرحان بس، فعنده نواقص ان هو المركز ده ما فيهوش الا لاعب واحد بس. في مركز واحد كان معاه مثلا عزب وكريم حاتم، فهو عنده نواقص في الحته ديت. فالاهلي داخل الميركاتو عموما عشان يكمل النواقص ديت. فبالتالي وكمان عزب راح ماشي، فبالتالي الاهلي اتزنق او اتحجم او انضغط عليه ان هو لازم يخلص لاعب في مركز 4 ولازم يخلص لاعب في مركز واحد بالصفقتين اللي متاحتين المتاح ليه. اما الزمالك فعنده نواقص في الجوده عموما. الزمالك ما عندوش خالد عبد الناصر ومهاب ياسر اللي ممكن اقدر اقول عليهم ان هم لعيبه سكورر. بقيه اللعيبه مساعدين ليهم. عندهم امكانيات معينه بس لعيبه مساعده. انما الاهلي عنده ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق. الثلاث لعيبه دولت ممكن يبقى سكورر في اي وقت وبجوده اعلى من فكره خالد عبد الناصر ومهاب ياسر، لان اللعيبه ديت بتشيل ملعب. مهاب ياسر ما يشيلش ملعب، وخالد عبد الناصر لاعب مركز 4. انا ممكن اقارنه مثلا عمر طارق برضه سكورر، بس في الاول وفي الاخر هو معتمد على وجود اتنين زي ايهاب امين وعمرو الجندي. انا للاسف ما عنديش الحته ديت. فبالتالي الزمالك بيدخل عاوز يعلي الجوده بتاعته، الاهلي بيخش يكمل نواقص، انما الزمالك عاوز يعلي الجوده بتاعته بلعيبه سكورر مصريين او لعيبه خبره. بعد عزب مساب الاهلي طبعا كان لزاما عليه ان هو يحاول في بوينت جارد، وبالتالي راح للمتاح وهو كان ابراهيم هشام عليه الاختيار. ما ينفعش طبعا، كان ما بين يوسف رفعت وابراهيم هشام. يوسف رفعت طبعا مختار الاتحاد او مختار ان هو يقعد في سبورتنج، انما ابراهيم هشام سهل او عايز يروح الاهلي طبعا. ما ننساش ان ابراهيم هشام الزمالك قعد يفاوضه لمده 3 4 شهور، وفي الاخر فشل ان هو يتعاقد معاه. الاهلي دخل خلص اللاعب في يومين بعد ما عزب مشي. ايه اللي ممكن يقدمه ابراهيم هشام؟ باعتبار ان اول مراكز ابراهيم هشام كان هي مركز 3، فهشام هو ريباوندر ممتاز، وكان بيملك طبعا او بيملك حاجه كمان حلوه، ان هو بيملك رؤيه مميزه جدا، فبيقدر يعمل لك الاسيست بجوده عاليه. فاللعيب بيدافع حلو في مركز 3، وبيدافع حلو كمان على مركز واحد، وريباوندر ممتاز، وعنده عقليه جامده، وعنده فيجن عالي قوي في الهجوم، فيقدر يعمل لك اسيست بطريقه انت للاعب انت مش شايفه، هو يعمل لك هو ليه اسيست. ولعيب مرن في الهجوم، مرن مش تقيل كده في الكوره. ممكن الكوره يعمل بطء للهجمه، لا يقدر بسرعه يعمل كيك اوت لبره، يقدر يعمل بصه للسنتر. فهو لا لعيب يعني متمكن، باونس باص للسنتر، يعني لعيب متمكن من المهاره اللي عنده اللي بيملكها. بالتالي ابراهيم هيبقى عامل مساعد جدا لكل من عمر طارق وهاب امين. زي ما قلنا احنا عمر طارق سنتر، فيعمل معاه بيك اند رول، يعمل حته بانس باص ليه كده، او ممكن يرفع له اليوب باص، ممكن يشوفه في مساحه فاضيه عمر طارق كده وهو بيهرب من السنتر اللي معاه، او هو عامل ميس ماتش ساعه السويتشات، يقدر يبصيله الكوره يعني بجوده عاليه. ويقدر كمان لهاب امين اللي متمركز بره ويتفضل له المساحه انه يعمل له كيك اوت، وهاب امين يشوط الثلاثيه وهو مرتاح، عكس ما هاب امين بيبقى معاه مثلا واحد مان تو مان. بيكون التصويبه بتقل جودتها وبتقل امكانيه ان هي تخش. بالاضافه طبعا لدفاعه الجيد، فهو بيشكل قوه دفاعيه للاهلي. فابراهيم طبعا مش قوي في التسجيل، يعني هو في العموم اصلا مش مطلوب منه ان هو يسجل اساسا. يعني زي ما قلت قبل كده لما كيجو انضم الى الاهلي، هو كيجو بياخد كور كتير عشان يسجل، بس هو مش مطلوب منه يسجل. هو المدرب جايبه عاوزه يكمل نواقص معينه موجوده في الفريق. كده كده التسجيل مركون لايهاب امين وعمرو الجندي وعمر طارق مثلا والمحترف. نعم انا عارف ان هو لو للاسف يعني هيحصل زي الموسم اللي فات وعمرو الجندي وايهاب امين مستواهم يقل، الاهلي هيقع تماما. الاهلي بيملك طبعا السكورر بالفعل اللي هو قلنا عليه ايهاب امين وعمرو الجندي. بالتالي ابراهيم في التشكيله ديت هيسحب لعيبه الخصم. يعني ابراهيم يقدر يخش جوه الدايره يسحب لعيبه الخصم ويفضي مساحات كويسه للعيبه حواليه، ويقدر يكشف احسن زاويه تمرير موجوده في دفاعات الخصم. فتقييمي لتخليص الاهلي اللاعب، بص،
قبل رحيل عزب ما كنتش احب بتاتا يعني ضم ابراهيم هشام، كنت اشوف ان هو محترف وعزب موجود وكريم حاتم موجود. اي نعم في جودة دفاعية وكل حاجة، لكن نواقص مركز أربعة كانت أهم، لأن الخصم الأهلي اللي بيجيب صفقاته على الخصم بتاعه وعلى النواقص اللي عنده مروان سرحان بس، بالتالي الخصم بتاعي عنده أنس أسامة وبيبو وباسم الليسي وعبد الرحمن خالد وأطوال كتير عمال وعلي محمد واللي عمال يجيب أطوال كتيرة، فبالتالي أنا لازم أكتر الأطوال اللي عندي علشان الخصم بتاعي قوته في الأطوال. فانا كنت احبذ ان هم اتنين لعيبه في مركز اربعه وثلاثه كمان عادي، لكن او ثلاثه اطوال يعني. لكن خلاص بما ان عزب مشي فكان لزمن على الاهلي وان هو يخلص اللعب. في النهايه اللاعب مهم طبعا للاهلي ضمه وهيفيد الفريق جدا، ومبروك على الاهلي الصفقه دي. اما بقى الزمالك قلنا انه عنده ناقص في مركز واحد وجوده المراكز الباقيه وعدم توافق طرق اللعب بالاستفاده من السكورر اللي عندك زي مهاب مثلا. السنه اللي فاتت تشوف مهاب ما خدش الوقت الكافي ان هو يبدع اكتر. والمفروض ان انا مهاب ده اكون مظبط له الليله كلها، لان هو اللعيب عنده نسبه تسجيل عاليه اصلا سواء على مستوى الثلاثيات او على مستوى البنتريشن تحت الباسكت. لكن للاسف يعني الزمالك ما قدرش، فهو حط الخيار اللي في لاعب في مركز واحد مثلا زي ابراهيم هشام يقدر يشغل اللعيبه اكتر معاك، وممكن يشغل مع المحترف كمان مفيش اي مشكله، او يقدر يريح المحترف طبعا، لانك للاسف كده هتبقى مغصوب انك تجيب محترف يلعب فوق 35 دقيقه. فللاسف فشلت الصفقه. فدلوقتي ما اعرفش هم هيشوفوا ايه في حوار صفقه في مركز واحد. ونرجع تاني ان انت كده كده الصفقتين التانيين كان لزاما عليك ان انت تجيبهم في مركز اربعه. طبعا قلنا ان لازم تكتر الاطوال اللي عندك، وبالاضافه ان السناتر بتاعتك انت بتغامر بيها. الجوده في مركز خمسة للاسف واقعه. الزمالك طبعا مش هيلاقي حد يضمه في مركز خمسة، مفيش الا انس اسامه بس وعاصم مرحي، وانس اسامه لسه له سنه في عقده، وعاصم مرحي مش عاوز يرجع دلوقتي، والفلوس بره حلوه. فالزمالك بيغامر ان المشهد ان شاء الله يسترجع تاني مستواه، لانه السنه اللي فاتت ما كانش بيتدرب اصلا، كان في الجيش يا دوبك يجي يرجع يلعب الماتش مع الزمالك ويرجع تاني للجيش بتاعه زي خالد عبد الناصر السنه اللي قبل اللي فاتت. وشوف المستوى الفرق ما بين خالد عبد الناصر السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت. فبالتالي ان شاء الله المشهد السنه دي يرجع تاني للمستوى اللي عمله مع كابتن احمد مرعي في اخر الموسم اللي قبل اللي فات. وبالتالي واحمد اسماعيل يعمل مستوى بدل الموسم العادي اللي بتاع السنه اللي فاتت يعلى اكتر ان شاء الله السنه دي. وبتغامر باتنين لعيبه شباب سواء ايمن او سواء ميدو، وان شاء الله يعني ميدو احنا الصفحات كلها كانت بتتحرك عشان ما الزمالك ما يستغناش عنه، فان شاء الله يكون صفقه فيكون كويس يعني. فبالتالي انا عاوز لعيبه في مركز اربعه. بس انا عندي مركز اربعه عندي لعيب زي خالد عبد الناصر بيخش تحت الباسكت، بيعمل بنتريشن، بيعمل بليك اند رول مع لاعب مركز واحد، واعتماده كلي على التسجيل من تحت الباسكت. بالتالي انا عاوز لاعب في مركز اربعه يكون عنده خصائص مختلفه، ستريتش يعني للملعب، بيج ستريتش للملعب. اللعيب ده هيكون هو لعيبه مركز اربعه اللي بتلعب ثلاثيات اغلب لعبها او بتصوب عموما. فكان الزمالك حاطط خيارات بالطريقه ديت يعني لمركز اربعه قدامه لعيب يلم ريباوند كويس ويدافع كويس، وفي الهجوم يكون بيعتمد على الثلاثيات او بيعتمد على توسيع الملعب، بيلعب 1-4 على اغلب الاحيان يعني. فبالتالي كان الاعتماد على كذا لاعب وجبنا منهم يونس. فيونس لاعب بيلعب ثلاثيه وعنده برضو تسديده ميديم حلوه. المطلوب طبعا من يونس انه هو يظهر المهارات اللي عنده ديت بنفس الجوده اللي كان ظهر مثلا مع مصر للتامين. انا عاوز منك كام ثلاثيه في الماتش وبنسب حلوه. انا عاوز منك في الدفاع بتاعك عدد معين من الريباوند، وده اللي المفروض ان المدرب يشتغل عليه مع يونس. ان يا يونس انا عاوزك تتدرب بما فيه الكفايه مع مدرب خاص في النادي عشان توصل لعدد معين من الثلاثيات في كل ماتش وعدد معين من الريباوند في كل ماتش. وده اللي المفروض اصلا يحصل مع بقيه اللعيبه يعني في العموم، علشان انا اقدر استفاد منك كصفقه انا دفعت فيها. انا يعني رحت ليها والجمهور معتمد عليها. فيونس لازم يتدرب على الثلاثيات بقدر كافي وعلى التسديدات عموما، وانه وخفته. هو لعيب خفيف وده ميزه قوي ان هو ممكن يلعب مع خالد عبد الناصر. يعني مش معناه ان هو مركز اربعه وخالد عبد الناصر مركز اربعه ان هم واحد منهم بس اللي هيلعب، لا ده بروفايل مختلف وده بروفايل مختلف. فبالتالي انت تعتمد على وجود الاثنين مع بعض عادي مفيش اي مشكله. ممكن كمان يبقوا معاهم سنتر. اي نعم انت في اللحظه ديت الملعب هيبقى تقل سيكا شويه، لكن برضه هو يونس لعيب خفيف. مش هقدر انكر يعني ان الملعب هيبقى تقيل شويه، بس في المقابل الدوري المصري مش دوري يعني يجري وهات
وروح بسرعه وروح وتعالى. في الاول وفي الاخر ده لعب مصري يعني، الحوار هيبقى كويس يعني، ما تخافوش يعني، مش صعب اللي يطلبه. طبعا الزمالك عنده صفقتين، لازم لاعب في مركز واحد ولازم لاعب في مركز اربعه. لو ما عرفتش اجيب مركز واحد يبقى لازم المحترف يكون لاعب بيقدر يلعب فوق ال 35 دقيقه. شوف مش اقل من كده بصراحه، لان انا ما اقدرش اشوف حد غير المحترف في مركز واحد بصراحه، الا لو لعبت تقيل. لو بما ان انت فشلت مثلا تجيب ابراهيم هشام، فخلاص العب هات محترف فوق ال 35 دقيقه. بس ده اللي جيت اقوله. فتقييم لصفقه يونس برضو ان شاء الله لو اللعيب عمل المطلوب منه اللي هو في عدد الثلاثيات وعدد الراوند هيبقى كويس، ما عملش هتبقى الصفقه للاسف مش تمام، وان شاء الله هيعمل يعني واللعيب يكون كويس وينسجم مع الفريق حلو. يلا اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. طب ثواني كده قبل ما انهي الحلقه، يعني الحته دي تزويده من عندي كده عن الحلقه او عن السكريبت اللي انا كاتبه. تقييمي انت بتقيم اللاعب اللي جه، هنقيم كبروفايل، لان انت ما تعرفش اللاعب ده هينسجم مع الفريق ويأدي نفس الاداء اللي كان بيأديه في فرق تانية ولا لا. فتقييمي لابراهيم هشام كبروفايل وطريقه امكانياته ولعب ان هو يروح الاهلي مهم ومفيد جدا جدا. تقييم الاهلي كان لازم يجيبه، كذلك الزمالك برضو كان لازم يجيبه. فهو البروفايل ده كان الاهلي محتاجه وكان الزمالك محتاجه. تمام. تقييم البروفايل يونس، سواء اللي هو المفروض ان هو يعمل نفس امكانيات، يعني المفروض يأدي امكانيات عاليه، بس تقييمي كان البروفايل نفسه. انا عايز البروفايل ده من لاعب مركز اربعه، بيلعب ثلاثيه وعنده تسديده وخفيف وسريع في الحركه وممكن يعمل بلوك وستيل. فالبروفايل نفسه انا عايزه. فتقييمي للصفقتين بالنسبه للفرقتين تمام، لكن الاداء نفسه بقى اللي هيظهر به اللاعب ده اللي هنعرف بيه التقييم الرقمي. لان انا لما كنت بسأل سؤال ما كنتش بقصد تقييم رقمي، يعني تقييم هقيم كرقم ازاي وانا اصلا ما شفتش اللاعب لسه مستواه عامل معانا ايه. انا بقيم البروفايل الفريق محتاجه. فكبروفايل احنا محتاجين ده كنا محتاجين الاثنين، وانا فشلت كفريق ان انا اجيب ابراهيم هشام، بس معايا بروفايل يونس وان شاء الله يتألق معايا. المفروض بقى هتفرق بقى الرقمي لو اللاعب ده عمل نفس المستوى معايا، يعمل مستوى جامد يعني معايا. هنشوف بقى في اخر الموسم او في نص الموسم ان شاء الله.